بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وسلم وبارك على هدي رسول الله. طبعا احنا متعودين نعمل وصفات بسيطه جدا موجوده في كل بيت. اول حاجه عندنا هنا ادي بيضتين اهو، طبعا الكاميرا الاماميه معكساني. ادي بيضتين اهم قشرناهم او كسرناهم، تمام. عندنا هنا شبت او كزبره او فلفل الوان، اي نوع من انواع الحاجات الخضراء. ممكن تبشري جزر، تبشري اهي. هنضيف الاول البهارات بتاعتنا. عندنا ادي، اتمنى الفيديو يكون شغال، ادي فيجيتار. طبعا البهارات تلعبي فيها زي ما انت عايزه، بس الفيجيتار مع البيض بتضيع الزفاره، تمام. هنضيف الملح بتاعنا بالتدريج برضو على حسب الرغبه. هضيف هنا بيكنج باودر او بيكربونات حوالي نص معلقه صغيره، تمام. دي كمون بردك زي ما قلت، تلعبي في البهارات زي ما انت عايزه، جنزبيل، كمون، فلفل اسمر اهو. اي بهارات انت بتحبيها. حط هنا زعتر او روزماري بردك، مش هكتر عشان كترته بيمرر الحاجه. بسم الله. هنا بقى كان عندنا كيس، طبعا انا فكيته كيس من الفول مع البيض. بصوا بقى، عايزين هديكم اختيارات، عايزين تضيفوا على البيض اهو كيس من الفول. انا قبل كده يا جماعه عملت الفول بتاعنا مع دقيق الرز، ان انت زي ما بتعملي الكفته كده بدقيق الرز اهو. طبعا انا هنا بحاول افك الفول اهو. دي الرز، وقلنا هنستبدل اللحمه اللي احنا بنعمل بيها الكفته بالبقوليات بتاعتنا اللي هو الفول، او ينفع اللوبيا او فول الصويا، كل الحاجات دي عملناها. هنا هنحطه بسم الله. هحط هنا حوالي معلقه من النشا، تمام. زي ما قلت تحطي، عايزه تخليها زي الكفته بالظبط هتحطي دقيق الرز. طب ما عنديش دقيق الرز، يا اما تشتريه من بره، يا اما بتجيب الرز تنقعيه ساعه وبعدين تنشفيه على قد ما تقدري وتطحنيه في الكبه. خلاص تمام. يبقى حطينا قصدي معلقه من النشا. هنا بقى عايزه زي ما قلت تحطي دقيق عادي، تمام، دقيق ذره، تمام، تعملي ميكس شغال. انا هحط هنا حوالي معلقتين من الدقيق اللي هو العادي بتاعنا اهو. وهكمل بالبقسماط مطحون. ممكن تستعملي بقسماط مطحون او اي مخبوزات تكون تجيبيها وتطحنيها في الكبه برضو، لكن لو عايزاها زي الكفته بالظبط هتعملي زي ما قلت لك اللي هو دقيق الرز. اهو، سواء بقسماط مطحون او مخبوزات مطحونه، وهتبتدي اللي انت توزعيه في الخليط لحد اما يوصل لقوام مش تقيل قوي ولا قوام وسط يعني. عايزاه كفته هتصبعيه، عايزاه زي الاومليت هتحطيه تقليه في الطاسه اهي. طيب انا طبعا هنا عندي ادي، هوريه لكم يعني اما اقليه. عندنا ادي طاسه عاديه اللي فيها الزيت. انا بحب اعمل ميكس بين الزيت اللي هو بتاع
الزيت اللي هو بتاع التموين وزيت عباد الشمس. هتعمليه صوابع شغاله، تعمليه زي القرص كده شغال، زي الدايره يعني، زي الاومليت. طبعا هنقدم الموضوع ده كله مع سواء زي ما قلت شيبسي او كاتشب او مايونيز. طيب انت عايزه تزودي بقى نكهات هنا، ممكن تضيفي عليه نكهه من الكاتشب او صلصه او طحينه او مايونيز. ممكن تضيفي كل المكونات دي بحيث ان انت تعملي ميكس ويطلع بالشكل اللي انت عايزاه. طبعا طريقه بسيطه جدا، واول ما يطلع من وهو بيتحمر ان شاء الله هوريها لكم. تمام. عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تسيبوه في الثلاجه، تفردوه على كيس وتقطعوه بالسكينه مربع. يعني ممكن انا دلوقتي اديتكم كذا فكره، ممكن تخلوه زي الاومليت، ممكن تخلوه مربع، ممكن تخلوه صوابع اللي احنا بناكلها، اللي هي الصوابع بتاعه الكفته. اول ما يطلع ان شاء الله ويتقلي هوريهولكم.